وأنا لسه باحثة صغيرة في بداية طريقي. حصل موقف غير حياتي تماما. كنت مهووسة بفكرة إزاي الناس بتتعامل مع الفشل، وقررت أدرس الموضوع ده من خلال ملاحظة الطلاب وهم بيحاولوا يحلوا مسائل صعبة. جبت كل طفل لوحده في أوضة في المدرسة، خليته يحس بالأمان والراحة، وبعدها بدأت أديله سلسلة من الألغاز. الأولانية كانت سهلة نسبيا، لكن اللي بعدها كانت صعبة. وأنا بتفرج عليهم وهما بيكشروا وبيعرقوا وبيكافحوا، كنت بركز في الطريقة اللي بيفكروا بيها وبيحسوا بإيه. كنت متوقعة أشوف فرق بين الأطفال في تعاملهم مع الصعوبة، لكن شفت حاجة ما كنتش أتخيلها أبدا. طفل عنده 10 سنين أول ما واجه المسائل الصعبة شد الكرسي وقعد كده وفرك إيده في بعض وابتسم وقال بحماس: أنا بحب التحدي. وطفل تاني كان بيعرق وهو بيحل بصلي بنظرة مليانة رضا وقال بثقة: كنت متوقع إن ده هيكون مفيد. ساعتها قلت لنفسي: إيه اللي بيحصل ده؟ في إيه؟ أنا كنت فاكرة إن يا إما الواحد يعرف يتعامل مع الفشل يا إما لأ. عمري ما تصورت إن في حد بيحب الفشل. هما دول أطفال من كوكب تاني، ولا هما اكتشفوا حاجة أنا معرفهاش؟ كل واحد فينا عنده قدوة، حد ظهر في وقت مهم ووجهه في طريقه، والأطفال دول كانوا هما قدوتي. كان واضح إن هما فاهمين حاجة أنا ما كنتش أعرفها، وكان لازم أفهمها. إيه نوع التفكير اللي ممكن يخلي حد يشوف الفشل كأنه فرصة؟ اللي كانوا عارفينه هو إن الصفات البشرية زي الذكاء ممكن تتطور بالمجهود، وده اللي كانوا بيعملوه. كانوا بيبقوا أذكى فعلا. مش بس ما كانوش محبطين من الفشل، لأ، هم أصلا ما كانوش شايفين نفسهم فشلوا، كانوا شايفين إن هم بيتعلموا. أنا بقى كنت شايفة إن الصفات البشرية محفورة في الصخر، يا إما ذكي يا إما مش ذكي، ولو فشلت يبقى أكيد أنت مش ذكي. ببساطة كده، يعني لو عرفت تظبط نفسك دايما وتتفادى الفشل بأي تمن هتفضل ذكي. لكن الكفاح والغلط والإصرار ما كانوش جزء من الصورة دي. السؤال الأكبر بقى: هل الصفات البشرية ممكن تتغير وممكن تتطور، ولا هي حاجة ثابتة ومكتوبة علينا؟ والأهم، أنت مؤمن بإيه؟ شايف إن ذكائك أو شخصيتك ممكن يتطوروا، ولا شايف إن هما يعني صفات ثابتة؟ تعال نشوف الجدل اللي دايم حوالين طبيعة البشر، وبعدين نرجع نشوف تأثير الإيمان ده على حياتك. ليه الناس مختلفة عن بعض؟ من أول ما الإنسان ظهر على الأرض والناس بتفكر وتتصرف وتنجح بطرق مختلفة. طبيعي جدا، طبيعي جدا إن حد يجي ويسأل: ليه الناس مش زي بعض؟ ليه في ناس أذكى أو أخلاقها أنظف؟ هل ده معناه إن هم مختلفين بشكل دائم؟ الخبراء انقسموا لنصفين. في اللي قال إن في أسباب جسدية وبيولوجية بتخلي الناس كده، وحاجات ملناش سيطرة عليها زي الجينات، أو زمان كانوا بيقولوا مثلا حجم الجمجمة أو شكلها. وفي اللي ركز على الخلفية والتجارب والتربية وطريقة التعلم. والمفاجأة إن واحد من اللي شافوا إن الذكاء بيتطور كان ألفريد بيني، مخترع اختبار الآي كيو. هو ما كانش شايف إن الذكاء ثابت. بيني اللي كان شغال في باريس بداية القرن العشرين اخترع الاختبار علشان إيه؟ علشان يحدد الأطفال اللي ما كانوش بيستفيدوا من التعليم، علشان يساعدهم مش عشان يصنفهم. وهو نفسه قال في كتابه أفكار حديثة عن الأطفال: في ناس بتقول إن الذكاء ثابت ومش ممكن يزيد. لازم نقف ضد التشاؤم الوحشي ده. بالممارسة والتدريب والمنهج بنقدر نزود تركيزنا وذاكرتنا وفعلا نبقى أذكى من الأول. مين الصح؟ دلوقتي معظم العلماء شايفين إن الموضوع مش يا ده يا ده، لا جينات لوحدها ولا بيئة لوحدها، الاتنين بيتفاعلوا مع بعض. من أول يوم والعلم بيقول دلوقتي إن المخ عنده قدرة أكبر على التطور طول العمر، أكتر من ما احنا كنا متخيلين. يعني كل واحد فينا بيبدأ بقدرات وجينات مختلفة، بس اللي بيوصله للمستوى العالي هو التدريب والخبرة والاجتهاد.
روبرت ستيرنبرج الخبير في الذكاء قال إن أهم عامل في النجاح مش هو الموهبة الفطرية، إنما هو الانخراط الهادف. يعني إيه؟ يعني ببساطة اللي بيكمل وبيشتغل على نفسه هو اللي بيوصل. طب ده معناه إيه بالنسبة لك؟ معناه إن في طريقتين للتفكير. من 20 سنة وأنا عمالة بدرس إزاي اعتقادك عن نفسك بيأثر على حياتك. الموضوع مش بسيط. الإيمان اللي بتتبناه عن قدراتك بيحدد هتبقى مين وهتعمل إيه في حياتك وإزاي. إزاي اعتقاد بسيط يغير حياتك. لو أنت مؤمن إن قدراتك ثابتة، وده اسمه التفكير الثابت، فده هيخليك دايما في سباق لإثبات نفسك. لو شايف إنك عندك مستوى معين من الذكاء أو الشخصية، هتبقى عايز تثبت ده طول الوقت. ما ينفعش تبان غبي أو ضعيف أو عندك عيب. الناس اللي عندهم التفكير ده بيبدأوا يتدربوا عليه من بدري. أنا شخصيا كنت كده، وأكتر حد أثر عليا كانت مدرسة في 6 ابتدائي اسمها ميس ويلسون. كانت شايفة إن اختبار الذكاء بيحكي كل حاجة عنك. كنا بنقعد في الفصل على حسب درجات الIQ، واللي جايب أعلى هو اللي بيشيل العلم أو يودي الورقة للمدير. كل يوم كنت بصحى وقلبي مقبوض. هي خلت الفصل كله يبقى شغله الشاغل الأساسي إنه يبان ذكي مش يتعلم. شفت ناس كتير في شغلهم، في علاقاتهم، وفي دراساتهم هدفهم الوحيد اثبت نفسك. كل موقف بيتحول لسؤال: هفشل ولا هنجح؟ هتشاف ذكي ولا غبي؟ الناس هيقبلوني ولا هترفض؟ هحس اني كسبان ولا خسران؟ المجتمع مش بيقدر الذكاء والشخصية أكيد، بس في طريقة تفكير تانية، التفكير النمائي أو تفكير النمو. الناس اللي عندهم التفكير ده شايفين إن الصفات الأساسية ممكن تتطور بالمجهود، حتى لو البداية كانت مختلفة. أي حد يقدر يتغير ويتحسن بالمحاولة. هل هم شايفين إن أي حد يقدر يبقى أينشتاين؟ لا، بس هم مؤمنين إن إمكانياتنا الحقيقية مش معروفة ومش ممكن تتحدد من أولها. اللي ممكن تعمله بعد سنين من الشغف والتدريب مستحيل حد يتوقعه. هل كنت تعرف إن داروين وتولستوي كانوا أطفال عاديين؟ وإن بن هوجان واحد من أعظم لاعبي الجولف كان مش بس واحد عادي، كان مش منسق ومتلخبط وهو صغير. وإن سيندي شيرمان المصورة العالمية سقطت من أول كورس تصوير. وإن جيرالدين بيج من أعظم الممثلات اتقال لها تسيب التمثيل عشان ما عندهاش موهبة. تفكير النمو بيخليك شغوف بالتعلم. ليه تضيع وقتك في إثبات إنك كبير لما ممكن تبقى أكبر؟ ليه تخلي عيوبك بدل ما تصلحها؟ ليه تدور على أصحاب يرفعوا من نفسيتك بدل ما كمان يتحدوك؟ ليه تختار السهل والمضمون لما ممكن تختبر نفسك؟ الإصرار على التطور حتى لما الأمور تبقى ماشية بالعافية هو العلامة الحقيقية لتفكير النمو، وده اللي بيخلي الناس تزدهر في أصعب الفترات في حياتهم. فبنقول إن الناس اللي بتنجح في المبيعات هم نوعين: ناس عندها تفكير ثابت اللي هو fixed mindset، وناس عندها تفكير نمو growth mindset. اللي عنده تفكير ثابت دايما شايف إن قدراته ثابتة وبيخاف يجرب علشان مش عايز يفشل أو يبان إنه مش شاطر. أما اللي عنده تفكير نمو فشايف إن أي مهارة ممكن تتطور، وإنه ممكن يتعلم ويجرب ويغلط عادي، لأنه مؤمن إنه بيكبر وبيتعلم من التجارب دي. الفرق الكبير بين الاتنين إن واحد بيقف عند أول عائق، والتاني بيشوف كل عائق كفرصة إنه يتطور. وده السبب اللي بيخلي ناس توصل لنتائج كبيرة وناس تفضل واقفة في مكانها. الفرق مش في الذكاء أو الموهبة، الفرق في طريقة التفكير. فلو أنت عايز توصل لمستوى أعلى لازم تبدأ تغير من طريقة تفكيرك وتصدق إنك تقدر تتطور.